اهلا بيكم في قناتي. لأول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل النهاردة مع بعض من ربع كيلو كبدة. هنعمل كل كمية السندوتشات دي بطريقة العربيات بطريقة سهلة خالص وبسيطة. اول حاجة هجيب الكبدة بتاعتي واحط لها ربع كوباية من اللبن وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هقلبهم كده مع بعض. الكبدة مش بتتغسل بمية لان بتزود الزفرة بتاعتها وبتكون ريحتها مش حلوة خالص وهي بتستوي، وهي كمان بتتاكل بيبقى فيها زفارة كده مش حلوة. هنقعها في ربع كوباية لبن كده وعليها رشة من الفلفل الاسود لمدة 3 دقايق، وهصفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهقطع نص كيلو من الفلفل الرومي. هجيب بقى الوك بتاعي وهنزل فيه بحبة من الزيت، واحط معلقة كبيرة من الثوم. هبدأ اشوح الثوم بتاعي، انا مش عايزاه يصفر قوي او يغمق او احمره، انا يدوبك بس هشوحه. اول ما يبدأ ان هو ياخد لون او يتشوح كده في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، انا مش عايزه احمره خالص. هقلبه بس كده كويس عشان ما يتحرقش مني. وهنزل بقى بنص كيلو من الفلفل الرومي متقطع مكعبات صغيره خالص، زي ما انتوا شايفين كده صغيره خالص، يعني ما تكونش باينه زي ما هما بيحطوها في السندوتش كده، ما تكونش باينه. الطريقه دي من حد صاحب عربيه، وهو اللي مديني كل التركات ديت وكل حاجه في الوصفه ديت، وهتعجبكم ان شاء الله وهتعتمدوها في كل مره هتعملوا فيها الكبده دي. بعيد عن اي حاجة، هي طبعا نظيفة ومعروف احنا جايبين الكبدة منين، وعارفين احنا مستخدمين ايه وغسلينها ازاي، طبعا انضف كتير من بتاعة العربيات، وحاجة مضمونة في البيت حتى لو ما طلعتش نفس الطعم بالظبط. هي انضف من بره بكتير، وهي انا واثقة ان هي هتكون احلى من بتاعة بره كمان. هيبدأ اللي هو يدبل معايا كده وياخد لون. شايفين نزلت دم وشكلها عامل ازاي. هنزل بقى بالكبدة بتاعتي كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا اشوحها كده مع الفلفل والثوم. لو حابينها تكون سبايسي ممكن نضيف قرون فلفل مع الفلفل الرومي، قرون فلفل حراق وكده. طبعا حسب الرغبة، في ناس بتحب كده وفي ناس مش بتحب كده. ممكن اشق الفلفل واحطه كده بحاله، ولو عايزة اشيله بعد كده اشيله يديني بس ريحة او طعم بسيط واشيله تاني، على حسب ما تحبه طبعا حسب الرغبة. هشوح بقى كده، يزن عمال يلعبلي في الرينج لايت عمال يطفي يولع في النور. هشوح بقى الكبدة كده مع الفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في حتة ما تصورتش، هي هحط معلقتين من الخل هطش بيهم الكبدة، بس طبعا ما تصورتش، كان يزن عمال يلعب في الرينج لايت وكده وفصل وما عرفتش ان انا اصورها. هظبط بقى الملح بتاعي واحط حبة من الكمون. ممكن لو عندي توابل الكبدة احطها، بلاش احط توابل. انا حطيت كمون وحطيت شطة عشان انا مش حاطة فلفل سبايسي، وحطيت حبة من الفلفل الاسود عشان الزفارة برضو، واحط حبة صغيرين من الكزبرة الناشفة، وحبة من السبع بهارات. حابين تضيفوا اي بهار تاني اللي تحبوه. ممكن بهارات الكبدة الجاهزة برضو بتكون حلوة جدا. هشوحهم كده بقى مع بعض كويس. بجد ريحتها كانت قلبة المكان، نفس الريحة اللي بنشمها واحنا ماشيين من جنب عربية الكبدة، هي واحسن كمان من غير زفارة ومن غير اي حاجة وحشة. بجد ريحتها تجوعكم. هحط ربع كوباية صغيرة كده من المية اسوي فيها الكبدة، لان الكبدة بتاعتي طبعا لسه ملحقتش ان هي تستوي، انا يدوبك شوحتها مع الفلفل بس. وهسيبها كده، اول ما تبدأ ان هي تغلي هوطي عليها خالص واسيبها بقى تستوي مع نفسها. اهي بدأت ان هي تغلي ورحت موطية عليها. شايفين بقى نشفت ازاي والمية بتاعتها نشفت، الكمية بتاعتها حلوة جدا. فتحت الفينو وعملت سندوتشات، بجد كان حلو جدا وبتاكل معاه كمان جرجير. ونعمل كمان سلطة طحينة ومخلل وكده، وبجد بتبقى أكلة حلوة، تنفع عشا تنفع غدا، والكمية حلوة جدا.
من ربع كيلو كبدة عملت الكمية ديت. بجد كمية اوفر كتير من ان انا كنت اجيبها من بره. دلوقتي السندوتش عدى ال10 جنيه ومش بنفس الجودة ولا الطعم ده.